الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، السوريين والسوريات المهتمين بالشأن العام، بالقضايا السياسية والثقافية والوطنية، سواء كنتم في الوطن أم المهاجر والشتات. لكم مني كل الحب والتحايا والاحترام. أحيانا يصار اتهام كل من يناهض الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا على أنه بعثي، وفي هذا الاتهام جزء من الصحة، وعلى أنه صدامي، وفي هذه الإضافة أيضا جزء من الصحة وليست كل الصحة. يعني هنالك أيضا إسلاميين وشيوعيين وديمقراطيين وليبراليين مسهم شيء من الموروث البعثي والصدامي والكراهية، يعني النابذة للاعتراف والإقرار بالتنوع القومي والإثني والثقافي في سوريا، واستحقاقات هذا التنوع على صعيد الدستور وبناء الدولة وتمكين الدولة وإدارة عجلتها لكي تستجيب لمتطلبات واستحقاقات الديمقراطية والدولة الوطنية. طبعا في هذا الفيديو سأحاول الرد على بعض من يتذمرون أو يمتعضون أو يشيطنون الدستور العراقي الحالي على أنه دستور محاصصة ودستور استعماري إمبريالي رجعي، على أساس أنه الدستور السوري في نشأة الكيان السوري على زمن الانتداب الفرنسي كان دستورا وطنيا 100%، والدستور الحالي إذا يعني عدنا به يعني النسخ السابقة منه لرأينا أنه مشتق من بطريقة أو بأخرى من المرجعية الأولى، يعني أو الدساتير الأولى. وهذا الكلام أقره عبد الحميد العواك رئيس لجنة الإعلان الدستوري يعني. لكن هذا الاشتقاق في الإعلان الدستوري من الدساتير السابقة، سواء بخاصة منها على زمن الانتداب الفرنسي والنظام البرلماني وإدارة الدولة وتأسيس الدولة وكل هذه التفاصيل. هلا صحيح معاوية بن أبي سفيان قبل 1400 سنة تقريبا يعني أسس للدولة العربية، لكن التأسيس الحقيقي لمؤسسات الدولة وإدارة شؤون الدولة وقوانين ودساتير والدولة الحديثة الفرنسيين هم الذين يعني في فترة الانتداب على سوريا وحتى على العراق والبلدان العربية الأخرى، هم من تركوا هذا الإرث في إدارة الدولة وشؤونها ومؤسساتها وهذه التفاصيل. يعني الموضوع لا يعود إلى معاوية. يعني لو كانت السلالة الأموية تحكمنا حتى الآن، يعني هل برأيكم كنا يعني سنجد نسخة حديثة من الدولة الوطنية توازي ما نعيشه الآن في المهاجر كسوريين أو عراقيين في تقديري؟ لا، لا. يعني مهم. فكل من يحاول أن يستفيد من تجارب البلدان الأوروبية يقولون أن هذه سوريا وليست سويسرا وليست بلجيكا وليست ألمانيا. لكن فيما يتعلق بتفصيل دين رئيس الدولة يستشهدون ببريطانيا وبالسويد وبسويسرا وبهولندا
بألمانيا على أساس أنه أو الدول ذات الملكيات الدستورية يعني. ما في شيء مثلا في الدستور الفرنسي أنه يحدد دين الدولة. حتى في بلجيكا، يعني في الدستور البلجيكي ما في شيء يحدد ديانة الملك. لكن في العرف أنه ينبغي أن يكون كاثوليكيا يعني. في بريطانيا كمان أصلا الدستور البريطاني يعني شفهي أو غير مدون كوثيقة، لكن بالتقادم جرى يعني توثيق الكثير من بنود هذا الدستور. يعني يؤكد على أنه الملكة أو أو الملك ينبغي أن يكون يعني ما يكون كاثوليكي ولا أي طائفة مسيحية أخرى، يكون يعني بروتستانت من البروتستانت. في هذا التفصيل تصبح الدساتير الغربية حجة على من يعترض على أن يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام، باعتبار أنه مسؤول، يعني هذا سلوك غير وطني، لأنه في إقصاء للمسيحيين أو اللادينيين أو الإيزيديين أو بقية يعني الأديان الأخرى الموجودة في سواء في العراق أو في سوريا. يعني أصلا قبل دخول الإسلام إلى سوريا والعراق هذه المناطق كانت يعني بطريقة أو بأخرى تدين بالمسيحية. والمهم لن نعود إلى التاريخ في هذا التفصيل. يعودون إلى حجة إبراز أنه لا، شوفوا بريطانيا أيضا الدستور البريطاني يشير إلى ديانة أو طائفة، مش بس ديانة، طائفة الملك أو البريطاني أو الملكة أو أي يعني من يتولى منصب ملك بريطانيا. طبعا هم لا يعرفوا يعني نوع من السذاجة أو الاستخفاف أو ماذا أقول يعني السطحية. يعني رئيس الوزراء البريطاني في الدستور البريطاني الشفهي وفي في بلجيكا في السويد وفي أي، ما في شيء بند دستوري يؤكد أنه رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسيحيا أو كاثوليكيا أو أي شيء. ما في هيك شيء، رغم أنه الملكيات هذه دول ملكية دستورية. السلطة الرئيسة أو هي بيد المستشار الألماني ورئيس الوزراء البلجيكي ورئيس الوزراء السويدي ورئيس الوزراء الهولندي وهكذا. ما في هيك شيء. يعني مسألة الصلاحيات، يعني إذا أتى أحمد الشرع أو رجب طيب أردوغان إلى السويد يستقبله يعني مش الملك السويد، رئيس وزراء السويد، مش الملكة أو الملك البلجيكي، رئيس الوزراء البلجيكي. هذا هو المستوى، مستوى التمثيل أو التعامل أو البروتوكول في التعامل الدبلوماسي يعني المحصن دستوريا في هذه البلدان. في هذا التفصيل، تفصيل ديانة الملك، تصبح الدساتير الغربية حجة، وهي حجة بردودة وركيكة ومتهافتة بدليل صلاحيات رئيس الوزراء، بدليل أنه هذه الأنظمة هي أنظمة ملكية دستورية وأنظمة فيدرالية. طيب إذا كنتم تقيمون الحجة بالاستناد على الدستور البريطاني، آتوني بدولة تشبه بريطانيا على مستوى التعامل الفيدرالي والكونفدرالي مع يعني البلدان والمناطق الخاضعة للتاج البريطاني. وبعدين فلتكن ديانة رئيس الجمهورية الإسلام، ومن ضمن الإسلام أهل السنة والجماعة، ومن ضمن أهل السنة والجماعة المذهب الحنبلي وهكذا، وضيقوا الخناق. بس أعطوني
دولة على صعيد المؤسسات والاقتصاد توازي هذه البلدان، وعلى صعيد الحريات العامة والحقوق وإدارة الدولة، وبعدين افرضوا علينا شو ما بدكم. أعطوني نموذج يعني. يا خيو مش يعني نصف بريطانيا. بعدين هلا راح يطلع لي واحد بيقول البريطانيين دولة استعمار واحتلوا ووعد بلفور وساهموا في تأسيس الفرنسيين قتلوا ما بيتذكروا مساوئ هذه البلدان، وهي مساوئ بس في هذه المناطق، من ضمنهم الأتراك مثلا. متى يتذكر رجب طيب أردوغان مساوئ النظام الفرنسي؟ عندما يكون شيء يتعلق بالشأن الداخلي التركي أو الشأن التاريخي داخل التركي، مسألة مجازر الأرمن، حقوق الأكراد، كل هذه تفاصيل. بعدين بيجي بيعطي دروس للفرنسيين وما اقترفه الفرنسيون من مذابح في الجزائر، وبينسى رجب طيب أردوغان ومن مالأه ووالاه من السوركيين، يعني بينسوا ماذا فعلت السلطنة العثمانية على مدى 400 سنة، 4 قرون، مش 1400، 400 شيلوا الألف، 400 سنة في العرب والأرمن والكرد ومناطق البلقان من مذابح، وفي حق العلويين وفي حق الشيعة وفي حق الدروز. السلطنة العثمانية، هؤلاء العثمانيين الجدد بينسوا فجأة ما اقترفته حكوماتهم وسلاطينهم خلال هذه ال4 قرون من إبادات ومجازر بحق هذه الشعوب، وبيتذكروا الاستعمار الفرنسي وبينسوا الاستعمار والاحتلال العثماني. أيا يكن يعني أحيانا آه، العقل اللي هو مزيج من التكلس البعثي والإخواني والسلفي متحجر هيك مقوقع، وأي فكرة تخلخل لديه هذه اليقينيات كي يتعامل معها يعني بطريقة هيك سخيفة وسطحية وساذجة وجاهلة. يعني كثيرا ما أطرح أفكار كانوا بيسألوني إنه ليش أنت تضع العلم الكردي ولا تضع العلم السوري؟ وضعت العلم السوري وأنا ما عندي مشكلة، يعني هذا العلم السوري علم بلدي، حاليا علم بلدي، واحترام هذا العلم جزء من احترامي لبلدي، جزء من انتمائي لبلدي، مثل ما بحترم العلم الكردي هو أيضا علمي القومي، وأتمنى أن يرفرف هذا العلم أو ما يوازيه على منطقة من مناطق سوريا بوصفها منطقة كردية. هذا حق مشروع، وهذا حق طبيعي وحق إنساني وحق وطني وحق ديمقراطي. اللي بيجي بيناقشني عليه خليه يجي، مش مشكل يعني. يعني المناداة أو المطالبة بهذا الحق ليس انتقاصا من الجانب الوطني، بالعكس يعزز الجانب الديمقراطي والوطني لدى الآخرين مش لإلي، يعني لأنه أنا ما أطالب به لنفسي ولشعبي، أطالب به لأهل الساحل، لأهل الداخل، لأهل حلب، لأهل درعا، لأهل السويدة، وأنا ما عندي تمييز في هذا الخصوص. لا، عندما أطالب بدولة لا مركزية، دولة فيدرالية أو دولة اتحادية أو دولة يعني شيء ينظم العلاقة ما بين المركز والأطراف، دولة تكون عادلة في توزيع السلطة والثروة على السوريين دون تمييز. هذا هو مطلبي، وسأبقى يعني أدافع عنه، لأنه لدي يعني هذا المطلب يمتلك مشروعية كبيرة، مشروعية أخلاقية، مشروعية قانونية، مشروعية تاريخية، ومشروعية قانونية، ومشروعية إنسانية. ويعني هنالك من التجارب في البلدان الأوروبية ما تفقأ الأعين في هذا الخصوص.
يعني عندما يصار إلى مناقشة التجربة العراقية، لا ما بدنا طائفية وهذا تقسيم. التجربة اللبنانية، لا شوفوا التجربة اللبنانية. مرة ناقشت واحد على مجموعة رابطة الصحفيين السوريين، وقال انه بيعمل دراسات او ماستر او هيك شيء آه، في العلوم السياسية، وصار يحاججني بالدستور اللبناني واتفاق الطائف بشكل هيك عشوائي. فأبرزت له الوثيقتين، انه انت عم تحكي حكي من فوق الاساطيح ما له السند، يعني حكي يعني تأتي على ذكر هاتين الوثيقتين بدون أن تكون مطلعا على نصوص وبنود هاتين الوثيقتين. فصار هيك تكهرب وتكربش وزعل، ويعني الأدرينالين اللي عنده طلع، وما عاد يعني التعامل في أدب الاختلاف والحوار، آداب الحوار والاختلاف. يعني أعتقد أنه جرى تفضيله على العلوم، استحصال العلوم. يعني جرى تفضيل الأدب على طرائق استحصال العلم. ما يعني لا تحضرني تلك العبارة وديباجتها يعني في هذا الإطار. المهم، طيب ماذا لو عدنا، يعني إذا ما بدنا نقارن سوريا بسويسرا، ما بدنا نقارن سوريا ببلجيكا وبلدان المندمج الأوروبي، ولا لبنان، ما نقارن سوريا بلبنان، نقارن سوريا بالعراق. ليش نقارن سوريا بالعراق؟ يعني مشان أنا المرجعية التي يستندون عليها مرجعية بعثية، ومش بس مرجعية بعثية، مرجعية صدامية. طيب أنا سأعود، ومش بس هيك، يعني كثيرين من أهلنا العرب حتى في مناطق الجزيرة، عبد الحميد عواك، هذا نفسه عبد الحميد العواك رئيس اللجنة الدستورية، ما وصلني عنه في فترة تدريسه في ماردين، في جامعة ماردين، وحتى في فترة تواجده في الحسكة، وصلني الكثير من المعلومات. أبرزها أنه يعني يعبد شخص اسمه صدام حسين، يعني معجب مفتون مهووس، يعني بعث فيه على صدامي، أهلا وسهلا، مش مشكلة. فأنا أحيانا عندما أناقش الناس، أناقشهم بمرجعياتهم، المرجعيات الأيديولوجية، سواء كانت إسلامية أو يسارية أو بعثية أو خليط من هذا وذاك. فالآن موعدي مع اللي بيعتبروا صدام حسين ونظام البعث مثال قدوة، وهم كثر في سوريا. وأعتقد أنه في بدايات الثورة السورية، يعني كتائب عسكرية جرى تأسيسها، وبعضها حمل اسم كتائب صدام أو ما يشبه ذلك. يعني فالصداميين كثر، ويا ليتهم كانوا صداميين، ويا ليتهم كانوا بعثيين عراقيين. هم إذا بيرجعوا لمرجعية البعث، وسأحاول أن أساعدهم الآن، يعني رح نكتشف أنه لا، يعني يا محلى الصداميين أمام هؤلاء. يعني إذا جينا وقارنا أو طرحنا على حسن الدغيم رئيس لجنة المؤتمر الوطني للحوار الوطني، اللي بناء عليها جرى يعني تشكيل لجنة الإعلان الدستوري، بنسأله عن صدام حسين، ربما يعني يقول شعرا يقرضنا ويتحفنا بقصائد شعرية مدحا في صدام حسين. لكن إذا سألته لماذا لا تتعامل مع الكرد في سوريا كما تعامل
صدام حسين مع الكرد في العراق، بيقول أرميهم بالكيماوي أعمل لهم إبادات؟ طبعا لا، تعامل معهم كما تعامل مع صدام حسين أو نظام البعث في الدستور العراقي، النصوص المذكورة في الدستور العراقي. كيف كذا؟ يعني كثيرين سيتململون الآن، سيتفاجؤون. يعني بعض البعثية اللي المشبعين بروح الكراهية، هؤلاء لا يمكن أن تأمل منهم التوقف عن خطاب الكراهية اللي يصدروه ضد الكرد وضد المسيحيين وحاليا ضد الدروز. يعني خطاب كراهية. أين كانت كل هذه الأحقاد مخبأة في هذه العقول وفي هذه النفوس؟ أنا ما بعرف. ولما بيحكي لك واحد في الوطنية بيعطيك دروس ويزايد لكن بتفتح هيك شوي جوا بتلاقي كهوف ودهاليز مليانة، مليانة أنهار من الكراهية وطويط وخفافيش وعناكب الكراهية تحوم في داخل دهاليز هذا الوعي. سؤال يتبادر إلى الذهن، يعني أنه أيهما في تعامله كان يمكن أن نرجحه، صدام حسين أم أحمد الشرع في التفصيل الكردي وفيما يتعلق بعروبة البلد؟ يعني أحمد الشرع في 2003 بنعرف أنه هو سافر إلى العراق للقتال دفاعا عن نظام صدام حسين، والنظام سقط ورجع، ولم يعتقله النظام السوري وقت ذاك. وفي 2005 رجع مرة ثانية على العراق وصار يقاتل، وبقية القصة معروفة. وأيضا اعتقلوا الأمريكيين هناك. طيب، هل الجانب الإسلامي الذي دفع أحمد الشرع يروح يقاتل وهو شاب، يعني فوق العشرين، يقاتل دفاعا عن صدام حسين، قد يكون الجانب الإسلامي هو، لكن الجانب القومي أيضا. إذا طيب، صدام حسين بالنسبة لإخوان المسلمين في سوريا ماذا يعني لهم؟ يعني لهم قيمة كبيرة جدا، خاصة أنه بعد الحرب العراقية الإيرانية وفي سنوات صدام حسين الأخيرة، يعني صار متدين وملتزم يعني أكاد أن أقول يعني عضو في حزب الإخوان المسلمين، وشكلا كان رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية، لكن عمليا في السلوك في الأداء إسلامي، وإسلامي يعني مش معتدل، إسلامي يعني متزمت أيضا. يعني مين؟ صدام حسين. طيب، صدام حسين مرجعية للبعثيين السوريين، وصدام حسين مرجعية للإسلاميين السوريين. تعالوا نعود قليلا إلى التاريخ العراقي، تاريخ الدساتير العراقية، وخاصة منها الدساتير اللي في مراحل انتقالية. كيف تعاملت مع معطيات الواقع التاريخي في العراق، وخاصة مع الشعب الكردي ومع القضية الكردية ومع حقوق هذه القضية. عزيزي البعثي السوري، تعال شوي، تعال. عزيزتي البعثية السورية، أنت كمان تعالي. في هذه الدقائق سنعود قليلا إلى التاريخ العراقي القريب، ولا يمكن لأحد أن يزايد على العراقيين في عروبيتهم وفي إسلامهم، ما في مجال للمزايدة. يعني عدد العرب الموجودين في العراق هم ضعف العرب في 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 سوريا. ومساحة العراق كدولة
تكاد أن تكون ضعف مساحة، إن لم تكن أكثر، يعني مساحة سوريا. كيف تعامل العراقيون مع إخوانهم الكرد؟ جرت حروب، سال دم كثير، لكن هنالك شيء دستوري قانوني يوثق هذه العلاقة. لنبدأ من دستور عام 1958، عندما استلم الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم السلطة، وانقلب على النظام الملكي في تلك الفترة في عام 1958. ماذا قال دستور العراق، جمهورية العراق، في حق يعني الدولة وفي حق الأكراد؟ كما ذكرت لكم، هذا دستور العراق سنة 1958. المادة الأولى تقول: الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة، لا عربية. ما في تسمية العربية، رغم أنه العرب في العراق هم أكثر عددا وكثافة منهم في سوريا. في دستور 58 لا يوجد شيء من هذا القبيل في المادة الأولى. الدولة العراقية جمهورية، كما ذكرت في المادة الأولى، الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة. المادة 2: العراق جزء من الأمة العربية، مش مذكور الوطن العربي، جزء من الأمة العربية. في المادة الثالثة: يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. هذا دستور عبد الكريم قاسم، هذا دستور جمهورية العراق، هذا دستور دولة العراق عام 1958. الحكي لك أحمد الشرع، الحكي لك عبد الحميد العواك، الحكي لكم كل النخب اللي حاليا يعتاشون على السلطة الموجودة والسلطة الانتقالية الموجودة في دمشق. هذا ما أقره دستور العراق عام 1958، وما لم تقروه أنتم في إعلانكم الدستوري. خذوا العبرة الوطنية والديمقراطية من عبد الكريم قاسم ومن الدستور العراقي سنة 1958، وهي نفس السنة التي جرى فيها توحيد سوريا ومصر في دولة فيدرالية على زمن شكر القوتلي وعبد الكريم وجمال عبد الناصر. انظروا إلى هذا الدستور، الاعتراف بوجود الكرد على أنه شركاء، يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، ويعتبر العرب والأكراد شركاء في الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. طبعا مقصود بالحقوق القومية الحقوق القومية للعرب وللكرد. واضح كلامي؟ واضح كلامي. طيب،
لننتقل إلى يعني من انقلبوا على هذا الدستور، البعثيين على زمن 63، في 8 شباط 63. كيف تعامل دستورهم، يعني دستور البعث في على زمن عبد السلام عارف، كيف تعاملوا مع تعريف الدولة، وهل جرى ذكر الكرد في الدستور العراقي وقت ذاك أم لا؟ هذا دستور 29 نيسان 1964، بعد مرور عام تقريبا على استلام البعثيين للسلطة. المادة الأولى: البعثيين حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق. كيف يعرف الدولة حزب البعث العربي في العراق؟ المادة واحد، المادة الأولى: الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية، مش يعني دولة عربية، دولة ديمقراطية اشتراكية تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح الإسلام، والشعب العراقي جزء من الأمة العربية. هذا التوصيف والتعريف الذي يقدمه نظام حزب البعث للدولة العراقية في سنة 1964. هل سمعت؟ هل رأيت الحكي لأحمد الشرع ولا رئيس لجنة الإعلان الدستوري؟ طبعا أنا في هذه الانتقادات أحاول أن أساعدهم، يعني في طريقة الخروج من المآزق الأخلاقية والوطنية التي أوقعوا أنفسهم فيها. في هذا الدستور الباب الثالث كما رأيتم: الحقوق والواجبات العامة، العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز إلى آخره. ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد. دستور البعثيين سنة 1964 يقر بالحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية. طبعا كما رأيتم من الموقعين على هذا الدستور عبد السلام عارف، الذي يعني انقلب على صديقه عبد الكريم قاسم، يعني عبد السلام عارف بعثي. طيب، هذا دستور البعثيين القوميين العروبيين في العراق طلع في حالة متقدمة جدا على البعثيين الفاشيين في سوريا في نفس السنة. كان يعني البعثيين يحكمون سوريا، والدستور تبعهم لا يوجد فيه أي شيء، لا تلميحا ولا تصريحا في هذا الخصوص. هل يعقل أن الأكراد مش موجودين في سوريا؟ إذا الأكراد موجودين في مصر وفي الأردن وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي الساحل السوري وفي درعا،
هل يعقل أنه ما في شيء اسمه كردي؟ والأكراد وقت ذاك كانوا موجودين في سجون النظام السوري وملاحقين بتهم سياسية وقت ذاك في فترة الستينات، 61 62 63 64 65. الأكراد كانوا ملاحقين. إذا بعث العراق يعني أو المشروع القومي الصدامي، أو إنجاز التعبير، في المرحلة الأخيرة من هذا المشروع كان الصدامي، اللي نقول العفلقي البعثي في العراق، كان أكثر تقدما. وهذا على أساس أنه هو الجناح اليميني، وعلى أساس أنه حبايبنا صلاح جديد و... ورفاقه وحافظ الأسد ونور الدين الأتاسي وهالمجموعة، هذول هن اليساريين والتقدميين اللي ينبغي أن يكونوا منفتحين على تكوينات المجتمع السوري وتفاصيل المجتمع السوري، بخلاف اليمينيين. يعني نرى طبقا لهذه الوثيقة لدستور عام 1964 أنه الحالة الوطنية طبقا للنص الدستوري داخل العراق أكثر تقدمية مما كانت عليه في سوريا بكثير. قد يقول قائل هذا سببه أن الكرد لم ينحنوا لبغداد، وهذا صحيح. طبعا الكرد قاموا بثورة بقيادة الملا المصطفى البرزاني سنة 1961، ثورة جولان، الثورة الكردية على بغداد، ما اضطر نظام البعث في بغداد إلى ذكر هذا التفصيل: الاعتراف بالكرد والاعتراف بحقوقهم القومية دون الخوض في التفاصيل. نأتي إلى دستور آخر، دستور بعثي عراقي آخر، دستور أحمد حسن البكر في سنة 1968، دستور 21 أيلول 1968. ماذا يقول؟ كمان يعني عروبة الدولة يعني مش موجودة حتى في هذا الدستور. كمان المادة الأولى: الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية ذات سيادة وتستمد ديمقراطيتها من التراث العربي وروح الإسلام. الشعب العراقي جزء من الأمة العربية. ما في هيك شيء، يعني ما في إضافات. طبعا في تلك الفترة في العراق مستويات الحقوق الكردية حتى في بغداد، يعني كان هنالك محطة تلفزة، وكان هنالك قسم كردي في الإذاعة العراقية، وكان هنالك مجال للصحافة والكثير من تفاصيل الحقوق الثقافية في الدولة العراقية وقت ذاك. هل بقي الأكراد راضين؟ لا، لأنه هذا تفصيل، هذا جزء من حقوق الأكراد، جزء، مش كل حقوق الأكراد. يعني حتى وبقيت المناوشات والصراع ما بين الحكومة العراقية والحركة السياسية الكردية بقيادة
الزعيم الكردي التاريخي الملا مصطفى البرزاني. استمرت الصدامات والمناوشة والصراع لغاية يعني إبرام اتفاق آذار سنة 1970. وبعدين حاول النظام العراقي اغتيال الملا مصطفى البرزاني عبر قرآن مفخخ. حاطين يعني مفخخين القرآن على أساس أنه هدية للملا مصطفى البرزاني. ويعني نجا الملا مصطفى من محاولة الاغتيال تلك التي جرت على زمن أحمد حسن البكر وصهر صدام حسين. لنأتي إلى مرحلة صدام حسين وشهدت ما شهدت. الآن سأبرز لكم وثيقة أخرى، هي نص مشروع دستور العراق سنة 1990. طبعا هذه المعلومات التي أوردها لكم هي موثقة، يعني أنا مش جايب شيء من عندي. يعني دستور صدام حسين وقد خرج من الحرب العراقية الإيرانية لا غالب ولا مغلوب يعني. و- ويعني دخل في حملات الأنفال ضد الكرد، مجزرة حلبشة وما بعد مجزرة حلبشة، وقبل الانتفاضة الكردية في الشمال والشيعية في الجنوب على آه، صدام حسين. مشروع هذا الدستور ماذا يقول؟ في المادة الأولى: العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري رئاسي. تعديلات طفيفة ما في، يعني الإحالة القومية للدولة. عراق دولة عربية جمهورية عربية، ومن القصص الموجودة كان على زمن وما زالت موجودة على زمن أحمد الشرع. خليه هو ومن حوله يتعظون حتى شوي شوي يعني من مرجعيتهم القومية ومرجعيتهم الدينية. صدام حسين وصدام حسين هو من هو، يعني طاغية وديكتاتور وفاشي، وأباد السنة قبل الشيعة، وأباد الشيعة والأكراد والسنة والعراقيين. يعني طبعا أبادهم ليس أنه أبادهم عن بكرة أبيهم، إنما ارتكب المذابح والمجازر في حقهم. المادة الثانية: العراق جزء من الوطن العربي. مفهوم الوطن العربي مؤخرا ظهر في الدساتير، يعني في الدساتير البعثية المتقدمة التي أتيت على ذكرها مش موجود مفهوم الوطن العربي. لاحقا يعني بدأ يظهر الوطن العربي والقصص هي. المادة 6 في هذا الدستور، دستور صدام حسين: يتكون شعب العراق من العرب والأكراد، ويقر الدستور حقوق الأكراد القومية. في هذه المادة اعتراف واضح بمكونات الشعب العراقي. من هو الشعب العراقي؟ يتكون شعب العراق من الكرد من العرب والأكراد، ويقر الدستور حقوق الأكراد
يؤكد أنه الحقوق مش للعرب، لأنه أصلا العرب حاكمين، يعني شو آه، يقر الدستور حقوق الأكراد القومية. المادة 7: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في مناطق الحكم الذاتي. يعني هذا الدستور أو مجمل ما ذكرته من نصوص دستورية واضحة في تعريف الدولة، في تعريف الشعب، في تعريف الكرد وأنصافهم وتضمين حقوقهم دستوريا، هي أسانيد وحجج على جماعة أحمد الشرع وإعلانهم الدستوري اللي لم يبقى أحد ولم ينتقده. يعني وفي هذا الإطار يعني يعني تجدر الإشارة إلى البيان المهم الذي أصدره التحالف الوطني السوري الديمقراطي اللي مقره برلين، وتناول الإعلان الدستوري بالتفصيل ويعني ناقش هذا الإعلان ورد عليه بشكل قانوني. عدا عن ذلك المجلس الوطني الكردي أيضا تجب الإشارة إلى رده على الإعلان الدستوري، أنه يشبه أي شيء إلا أن يكون إعلانا وطنيا وديمقراطيا. فهذا مجمل هذا الكلام هو محاولة أن نساعد هؤلاء الذين يحاولون الانفراد بكل شيء، والتضليل والتعمية والهوبرة والزعبرة والشيطنة. كل ما بتجي تحكي لهم عن حقوق الأكراد، لا محاصصة ما عندك. لك شو محاصصة ما عندك؟ هاي زعيمك صدام حسين يقر ويعترف بالكرد وبحقوقهم. الدستور العراقي في 58، في 64، في 68، في 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 90 يقر مش بس هيك، ويمنح الأكراد منطقة حكم ذاتي في السبعينات، ويقر قانون خاص أقره البرلمان العراقي في 74، قانون مناطق الحكم الذاتي بشكل رسمي. لكن الأكراد على شو كانوا مختلفين؟ الأكراد كانوا مختلفين على موضوع مساحة الحكم الذاتي. لم يتخلوا عن كركوك ولن يتخلوا عن كركوك. نفسهم الآن اللي بيحكوا أنه المناطق الكردية مش كردية، فيها غالبية عربية والأكراد 5-6%، هن نفسهم اللي ينفون كردية الكركوك أيضا. مش عاجبهم يعني. طيب هلا القامشلي مش كردية، أغلبيتها عربية، أنت ليش هيك يعني مزعوج من أنه كركوك تكون كردية، وتحاول يعني تجتهد وتتعب نفسك وتدافع عن عروبة كركوك المعروفة؟ يعني كيف قام صدام حسين بتعريبها واللعب بديموغرافيتها، مثل ما فعل حافظ الأسد باللعب بديموغرافية المناطق شمال شرق سوريا. فنفس هؤلاء اللي بيكرهوا كرد سوريا ولا يريدون لهم الإنصاف، لا يريدون أنه مثلا يعني وكأنه إذا اعترف الدستور السوري الحالي أو المستقبلي بالكرد خلاص سينهار كل جهدهم، وبيطلعوا بسواد الوش، وراح يطلعوا بسواد الوش مهما حاولوا. لأنه لا يمكن، يعني هذا يعني إيمانا بالله وإيمانا بالإسلام وبالنبي وبالقرآن، أنه لن يدوم الظلم، ولن يخذل الله شخصا سعى وراء حقوقه، وحقوق الكرد وحقوق السريان وحقوق الأرمن وحقوق التركمان هي حقوق عادلة في سوريا الآن، وفي سوريا في الماضي لم ينصفهم
نظام البعث والحكومات السابقة، وحقوقهم ستبقى عادلة في سوريا. المستقبل أيضا مهما حاول أحمد الشرع وحسن الدغيم وكل هؤلاء من اللعب بالكلمات وإسماع الكرد معسول الكلام والود والدماسة والقصص هاي كلها، لا لا لا، هذا الموضوع يعني يلزمه أفعال مش أقوال. يطلع أحمد الشرع ويقول لن نظلم الكرد من الآن فصاعدا، وبعدين ما لا يمضي شهرين على الموضوع ويطلع إعلان دستوري مبهدل لا ينصف أي سوري غير جماعة الشرع وحكام دمشق الجدد والمكون الأموي والطائفة الأموية، طائفة الأمويين الجدد. يعني هذا الإعلان الدستوري، يا أي دستور قائم على هذا الإعلان سيكون باطلا، لأن هذا الإعلان باطل، وما بني على باطل فهو قولا واحدا باطل. ووضعهم والمتاجرة دائما أنه نحن الأكراد ليسوا ممثلين. يا سيدي ممثلين. شهيد رمز شهداء الأكراد الذي قتله النظام السوري بكل وحشية مشعل تمو، واغتاله على يد قوات تتبع للبكيكي في مشعل تمو. أخوه عبد العزيز تمو كان حاضر في مؤتمر حوار وطني. يعني عبد العزيز تمو ألا يمثل يعني الأكراد؟ تمو نقول بأنك قادم، يعني أنت من المكون الكردي. أنا مواطن سوري. إذن أنت تقول بأنك سوري. مواطن سوري من محافظة الحسكة التي لا زالت غصة في قلبي، لأن محافظتي وأرضي وقريتي لا زالت محتلة وليست محررة. تطلعاتك لليوم؟ تطلعاتي إنه يوم عظيم. لما شفت لائحة المدعوين مذكور ضمن عبد العزيز التمو ورديف مصطفى، أنا كنت بعرف أنه سيصار إلى التسويق أنه هؤلاء يمثلون الشعب الكردي. طبعا لا يمثلون الشعب الكردي قولا واحدا. لا يمثل عبد العزيز تمو، لا يمثل عائلة التمو. أيضا بيجي حسن الدغيم يقول وهو اللي بيتاجر بدم مشعل التمو. على فكرة أستاذ حسن الدغيم الموجه المعنوي والداعية على لجماعة العمشات والحمزات والشطحات والبطحات، يعني عبد العزيز التمو ومشعل التمو، يعني على حياة مشعل التمو ما كانوا بيحكوا مع بعض. يعني كان هنالك قطيعة في هذا الخصوص، وبإمكانك أن تسأل أبناء الشهيد الراحل مشعل التمو في هذا الإطار. عبد العزيز تمو لا يمثل حتى عائلة التمو أبدا، فما بالك يعني يمثل الكرد. يعني أنت جايب لي واحد تابع للمخابرات التركية وهو موفد ومفروض عليك من المخابرات التركية عبد العزيز التمو، وبتعمله ممثل للشعب الكردي لأنه هو شقيق الشهيد الراحل مشعل التمو. هذا كلام يعني يثير الضحك. مش بس هيك، يعني شو اسمه المحامي المخضرم والمهذرج رديف مصطفى. أنا ذكرت في فيديوهات سابقة أنه أنا قرأت بعيني، قرأت نص تفاصيل أو أقوال دعوة، من ضمنها أقوال رديف مصطفى، وكان معتقل على خلفية تلك الدعوة. هذا الكلام في 2007 2008 مطلع 2008. ورديف يعترف بعلاقته مع الأمن وأنه يزود الأمن بتقارير. طبعا المفارس الأمنية في منطقة كوباني. بعد نشري لذلك الفيديو أتتني اتصالات من قيادات تيار المستقبل، حزب
الراحل مشعل التمو. وأعطوني معلومة خطيرة، إنه مشعل في آخر اعتقال له خرج من بيت رديف مصطفى، خرج من بيت رديف مصطفى وجرى اعتقاله على جسر قرقوزاق أو في تلك المنطقة. وخرج في وقت متأخر من منزل رديف مصطفى، وكان هنالك كمين منصوب له واعتقل. هذه المعلومة وصلتني من أحد قيادات تيار المستقبل، الحزب الذي كان يرأسه مشعل التمو. يعني الاثنين، رديف مصطفى متورط طبقا لهذه المعلومة في الوشاية واعتقال مشعل التمو، هذا واحد. وعبد العزيز تمو قولا واحدا، يعني دون نقاش، ومنبوذ من عائلة التمو، ومرفوض من الكرد ومن الحركة السياسية الكردية، وعامل لي كم يعني جامع لي حواليه كم شخص من ضمنهم رديف مصطفى، ويعني بتمويل من المخابرات التركية، ومفروض عليكم من المخابرات التركية، وأنتم مجبورين يعني تقبلوا أزلام النظام التركي، سواء كانوا تركمان أو عرب أو حتى أكراد يعني. فهو لا يرى نفسه ممثلا للكرد. أنت بدك تعمله ممثل للكرد مشان تمرر هاي السخافات، المؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري والدستور. شيء غريب ومقرف، مقرف يعني. شوفوا يا جماعة، يعني المرحلة الانتقالية بعد سقوط صدام حسين، وبإمكان الناس ترجع يعني للوثائق الدستورية التي صدرت بعد سقوط نظام صدام حسين، مجلس الحكم الانتقالي، حتى استقر العراق على رئيس حكومة ورئيس دولة. المرحلة الانتقالية في دولة مثل العراق أكبر من سوريا جغرافيا، أكبر من سوريا من حيث عدد السكان والكثافة السكانية. المرحلة الانتقالية كانت 3 سنوات، من 2003 ل 2006، حتى استقر العراق على حكومة نوري المالكي. ومن تلك الفترة وحتى الآن صار يعني بحكم العرف، يعني رئيس العراق مسلم لكنه كردي، جلال الطالباني، فؤاد معصوم، والآن آخر رئيس للعراق أيضا كردي يعني. لكن صلاحيات رئيس الدولة صلاحيات شكلية، الأساس والصلاحيات التنفيذية هي لرئيس الحكومة، لأنه العراق دولة برلمانية اتحادية. فهنالك الكثير من التفاصيل على زمن عبد الكريم قاسم، على زمن صدام حسين، على زمن أحمد حسن البكر، على زمن عبد السلام عارف. بإمكانكم أن تستفيدوا من الجوانب الإيجابية لنظام البعث في العراق، مش من الجوانب السلبية، القتل والإبادات، لأنه نظام البعث فشل في الإبادات اللي سواها بحق الكرد، ولم ينجح في لي ذراع الكرد. والكرد يعني في تلك المراحل ووصول إلى التفاهمات مع نظام صدام حسين أحمد حسن البكر في عام 1970، وحتى بعد إعلان الحكم الذاتي بشكل رسمي 74، الكرد لم يلقوا أسلحتهم. حتى الآن هم أيضا جزء من الجيش العراقي، ولكن لم يلقوا أسلحتهم. هم جزء من الجيش العراقي بوصفهم بيشمركة، وهنالك وزارة خاصة في حكومة الإقليم هي وزارة البيشمركة. هذه جزء من حقوق الكرد، مش كل حقوقهم. فإذا الأكراد
قالوا لكم بدنا حكم ذاتي أو فيدرالي، فهم قد تنازلوا عن جزء من حقوقهم القومية لصالح الوطني السوري. فما لا تستنكروا على الكرد حقوقهم لئلا تكونوا يعني عاقبتكم كعاقبة صدام حسين. يعني صدام حسين على الصعيد الدستوري، على الصعيد القانوني، إن وضعوني بين ترجيح أيهما تختار، أحمد الشرع ولا صدام حسين، الدستور يقول أنا يعني أرجح من يعترف بالكرد ومن يعترف بحقوق الكرد. الدستور والوثائق تقول أن نظام صدام حسين صحيح أباد الكرد وقتلهم، لكنه اعترف بهم في الدستور، ولم يستطع أن ينقلب على دستور عبد الكريم قاسم أبدا، لم يستطع. لأنه الآن يعني هم السوريين أو الموجودين في الحكم، المكون الأموي والطائفة الأموية التي تحكم سوريا حاليا، الأمويون الجدد، على ماذا يستندون؟ على كل هذا الكم من الإنكار والإقصاء الذي مورس في حق الكرد بنص دستوري وفق الدساتير البعثية من 63، وحتى الإعلان الدستوري الأخير الذي وقع عليه أحمد الشرع. أحمد الشرع لما كان بيقرأ هذا الإعلان ويوقع عليه نسي التصريح الذي أدلاه بمعية الصديق عمر شيخ إبراهيم عندما قال لن يظلم الكرد، وما عاد يعني أو انتهى عهد ظلم الكرد، وهو وقع على إعلان دستوري ظلم الكرد وظلم السوريين جميعا. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر، ودمتم